السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأحلى متابعين. معادنا النهاردة مع مسلسل جديد، وقبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونبدأ على طول. وفي مرة حكى لها عن حارس شارع يولين وإنه قد إيه شخص قوي وأسطوري واسمه الجنرال مين، وفجأة لقاه واقف قدامهم وسألهم عن سبب مجيهم للقرية دي، وقال لهم إنهم لما أنقذوا البنت شوير فممكن يسمح لهم بالكذب. وقبل ما تساويان يجاوب سألوا مين إن كان هو نفس الشخص اللي صوره متوزعة في كل مكان ومطلوب، فقال له تساويان إنه هو فعلا. وطبعا خافت شيا وسابتهم يتكلموا مع بعض وراحت لشوير، وجوير ساعدهم في تحضير الغداء. وردت ساويان على سؤال مين بسخريه وقال له انه هيكلمه بمنتهى الصراحه وانه فجر شجره الباجوده، فجاه يدور على شجره البودي علشان يفجرها هي كمان. وطلع مين بيسجل له كل ده وقال له انه هيعتقله وهيقدم التسجيل ده ضده. وقفوا يتقاتلوا وكانوا حريصين جدا ان البنات وشيا ما يشوفوش وهم بيتقاتلوا، واضطروا انهم يداروا العداوه اللي بينهم ويتغدوا كلهم مع بعض. بس نظرتهم ما كانتش مريحه ابدا، وحتى في طريقه الاكل وكانهم بيتنافسوا مع بعض. ومن كتر كمية الأكل اللي أكلوها تعبوا جدا هما الاتنين. وهاتوري كانت مراقبهم بنفسها بعد ما فيجو اصطاد كل غربان بتاعتها وراحت بلغت الملكة بكل حاجة. وتاني يوم الصبح صحت ساويان على صوت صريخ شيا، ولما راح يطمن عليها لقى سكان القرية كلهم عايزين يهاجموهم لأنهم اتحولوا لأرواح شريرة. فأخد سلاحه واستعد علشان يقتلهم كلهم، بس شيا منعته وقالت له إن أكيد في طريقة تانية يرجعوهم لطبيعتهم بيها. وحتى شوير لقاها هي كمان اتحولت وجت رمت السلاح بتاعه، فاقتنعت ساويان إن مفيش طريقة هتنقذهم غير موت الناس كلها. لكن ظهر شخص قدامهم وتصرف وجاب جرس عمل بيه صوت وجذب بيه الكل. وطلعت ساويان يعرفه وقال ان اسمه نان، وسحب نان كل اعضاء المدينه ومشي بيهم. وظهر مين تاني لساويان وبص له بصه كلها غل. فاخدت ساويان شيا من ايديها وجري بيها، ولما بعدوا شويه سالته عن سبب هروبهم، فقال لها ان ده تراجع استراتيجي من مين علشان ما يأذيهوش. واستغربت انه بيقول عليه كده مع انه هو اللي انقذهم حالا. وفهمها ساويان انه مش مرتاح لنظرته ليه وبيحسها كلها شر. ولما ركز في شكل الناس وخصوصا شكل جوير طلع بوصله من جيبه علشان يستخدمها في انه يلاقي مكان جديد يكون امان. وكان اصلا من ونانا مشغولين في علاج اهل القريه، واللي قعدوهم عند شجره البودي واللي مدتهم كلهم بطاقه قضت على طاقه الشر اللي جواهم. وبعدها فوقهم نان بالجرس فشكروه انه انقذ حياتهم وساعدهم ومشوا كل واحد منهم رجع على بيته. وفي اللحظه دي كانت البوصله وصلت تساويان وشيا للبيت، وصممت شيا انها تكسر الباب برجلها، فسابها تساويان براحتها وفعلا كسرت جزء من الباب ورجلها اتحشرت فيها. وطلع الباب مفتوح بمجرد ما تساويان لمسه اتفتح بكل سهوله. ولما دخل لقى بنت هربت منه بسرعه من فتحه البانيو. على بال ما شيا دخلت وعرفت منه قررت انها تنزل ورا البنت، بس اتحشرت من الفتحه تاني. فقال لها تساويان انها تخينه مش زي البنت، فطلبت منه شيا انه يساعدها، بس كانت عامله كده علشان تخدعه مش اكتر وتضربه على طريقته عليها. وطلعت البنت اللي هربت منه هي هاتوري، وراحت للملكه وقالت لها انهم كشفوها. والملكه اتعاملت بمنتهى الهدوء وطلبت منها تقعد تلعب معاها شطرنج. وبنرجع تاني لنان اللي طمن مين على شوير وعلى الكل وقال له ان كل حاجه هتتحسن بالفاكهه السحريه وما فيش داعي للقلق. وكانت شيا لسه بتقول لتساويان انهم لازم يرجعوا لنان ومين ويحكي لهم عن البنت النينجا اللي هربت منهم. ولقيت ساويان هدومها وكان عليها بواقي الاكل اللي رجعها هو ومين، وعرف انها بتراقبهم من فتره. وعرض فكره شيا ورجوعهم تاني لمين بالذات، فسالته شيا قال ايه لمين خلاه يتضايق منه كده. فقال لها عكس الكلام اللي قاله له تماما، بانه اكد له انه مش هو اللي فجر شجره الباجوده، وكان اصلا مين بيسمع نان التسجيل اللي مسجله لتساويان وهو بيعترف انه هو اللي فجر الشجره وجاي علشان يفجر شجره البودي كمان. وقال له انه عشان كده لازم يبعدوا عنها. بس كان راي نان ان شكله بيقول انه مش شرير ابدا واكيد في حاجه غلط في الموضوع، وده كان نفس راي شيا على مين. وفجاه حست بالم قوي في كتفها واكتشفت ان شوير عضتها من غير ما تاخد بالها. وقال لها تساويان انها مسمومه والمرض ده بينتقل، فخافت شيا من انها تتحول لزومبي زيهم واغمى عليها وهي بتتكلم. فخرج لها لشوان ومص السم من العضه، وبعد ثواني كانت استردت صحتها بالكامل وفاقت ورجعت طبيعيه. وفهمها تساويان ان الشوان انقذ حياتها وقال لها انه لازم يرجع تاني لاهل الشارع يوين ويعرف منهم سر المرض ده. واخدها وراح للشخص اللي بيعرف اسرار كل حاجه، وورت له شيا مكان العضه، فقال لها ان ده مرض شيطان وعلشان اهالي الشارع خايفين من ارض الشياطين. وطلب منه تساويان انه يقول لهم على علاج لشيا، فقال لهم انه عارف عياده كويسه وادالهم عنوانها. بس قبل ما يمشوا قال لهم انه كل المعلومات اللي عايزين يعرفوها عن مين ونان قال لهم على نان انه الجنرال الرئيسي لجيش الروح المدرع. وبمجرد ما مشيوا سألت شيا عن جيش الروح المدرعة، فقال لها تشاويان إن جيش جوستودوم وده فرقة من الأرواح ودول أعلى من جنرالات القداس وبيسيطروا على أي شارع قداس فيه شغب. فقالت له شيا إنها حاسة إن شارع ركشاسة مخيف جدا وشبه مدينة الأشباح في الأفلام، على عكس الشارع اللي هم فيه دلوقتي كل الأرواح طيبة ومسالمة. فاتضايق من كلامها وفضل يجادلها، وبعدين سابها ومشي وراحت وراه وفضلوا ماشيين على الخريطة علشان يوصلوا للطبيب. وبعد مشي ساعات كتير أخيرا وصلوا وطلعت لهم واحدة مصابة، بس
بس هربت منهم وفضلت تجري. وخرج نفس المقاتل اللي تساويان عفى عنه قبل كده وقال له انه اكيد ندمان انه ما قتلوش، ورمى رمحه على شيا جه في مكان قريب منها وخلاها تقع في الارض، وطلبت من لشوان انه ينجدها بس ما عرفش يخرج، ورمى رمح تاني جنب تساويان وصده تساويان بايده، ومع ذلك وقع هو كمان، وقال له المقاتل ان الاسهم مسمومه. بس تساويان خرج له تشيهو وخلاه يضربه هو والروح الحارس بتاعته، وقال له انه فعلا ندم انه ما قتلوش اخر مره، وعشان كده هيصلح غلطته وطلع سلاح وضربه طلقه، بس الروح الحارس بتاع المقاتل اخذ الرصاصه مكانه ومات. وقال تساويان للمقاتل انه لو ما ادالوش الترياق هيقتله هو كمان، فطلع المقاتل الترياق اداهوله وطلب منه يساعده في انه يسترجع رمحه التاني، فوافق تساويان وراح يجيبه له ولقى شيا في الارض جنبه، ففوقها ولقوا البنت اللي جريت منهم هي كمان في الارض وبتموت، وشاورت لشيا على شنطتها، ففتحتها شيا وكان جواها جواب اول مره تشوفه، ماتت البنت. فزعلت شيا وفكرت ان تساويان هو اللي قتلها، واخدوها ودفنوها، وفضل يشرح لها ان مش هو اللي عمل كده، بس هي برضه ما صدقتوش. وكان اللي كان لافت نظره ان البنت قبل ما تموت كان شكلها طبيعي ومش مصابه ولا حاجه، فسالها شيا ايه اللي حصل بعد ما طردتها وازاي الجرح اللي على دراعها خف، وحتى هي استغربت ان ده حصل، فقالت له انها مش فاكره اي حاجه بعد ما الرمح اترمى عليها، فاخد منها الجواب اللي لقيته معاها، وكان جواه ورقه بيضه، وفكر يستخدم النار علشان الكتابه تبان، بس ما فيش حاجه ظهرت، فاستخدم الميه ولقى الورقه بتمتص الميه وما فيش حاجه بتظهر فيها، فجرب الدم برضه من غير فايده، فاخد الرساله وراح للشخص اللي كل مره بيساعدهم في المطعم، بس ما لقوهوش، ولما سالوا عليه قال لهم صاحب المطعم ان اسمه باو، ورجع لبيته وقال لهم عنوان بيته علشان لو عايزينه في حاجه مهمه، فخرجوا من المطعم ووقفوا يراقبوا صاحب المطعم من بعيد لانهم حسوا ان في حاجه غلط، وخصوصا ان المطعم كان فاضي خالص، وفعلا لقوا خارج يتسحب، فراح وراها تساويان وطلب من شيا انها تستناه بعد كم المشاكل اللي وقعت فيها الفتره الاخيره. اما مين فكان معنان، وقال له ان الفاكهه السحريه قربت تظهر في شجره البودي، وده اللي هتقدر تعالج شوير من مرضها، وعشان كده مش هيسمح لحد ابدا انه ياخدها، وقال له نان انه هيبعت قوات تقف عند الشجره وتحرسها علشان تبقى الفاكهه في امان اكتر، لان اكتر حد كانوا خايفين منه هو تساويان انه يحاول يدمر الشجره زي ما دمر الباجوده. وبنشوف باو وهو متكتف وتعبان ومش قادر، ووقفوا معاه هاتوري وهي كشفه وشها وسالته ليه اختار انه يساعد شيا، فقال لها لانها الوحيده اللي وافقت تدخل المكان ده من 5 سنين، ده غير انها مش بتخاف من حاجه، وهي الوحيده اللي تقدر تقضي على الظلام. فضحكت بسخريه وقالت له انها هتقتله في الظلام، لكن تساويان دخل مره واحده المكان وبسرعه البرق حقنت هاتوري باو بماده ادت له قوه كبيره وخلته شرير لدرجه انه كسر السلاسل اللي كان مربوط بيها وهاجم على تساويان. اما شيا فقابلت نان ومين واشادوا بمساعدتها للناس وسألوها عن تساويان، وفجأة سمعوا صوت ضرب نار فجروا على المكان ولقوا باو مرمي في الأرض ومصاب، فأمرنا قوته إنهم يودوه المعسكر ويخلوا الطبيب العسكري يعالجه، وطبعا اتهموا تساويان إنه هو اللي عمل كده، وخصوصا إنه ما كانش موجود وكان بيطاردها تور، وقف قتلها ونجح في إنه يضربها. وراحت شيا مع مين ونان لأهل القرية، وسمع مين اعترف تساويان وقال لها إنه أكيد مسح ذاكرتها وخلى معلوماتها مش مكتملة، وطلب منها ترجع لعالم البشر علشان تبقى بأمان. وفجأة سمعوا صوت صريخ فرحوا عليه ولقوا نان ماسك شوير وبيقول ان حالتها عماله تتاخر، والمفاجاه ان محدش يتوقعها ان باو فاق بس لقى نفسه عند الملكه، وده معناه ان نان تبعها وقوته هي اللي واصله لها، وكانت الملكه عارفه ان باو يعرف كل حاجه، فكانت عايزاها علشان يقول لها مكان البشر اللي مستخبيين وتقضي عليهم، وفضلت تعذبه وتطعنه بالسكينه لحد ما لقت تساويان داخل عليها ومعاه النينجا، وعرض عليها انهم يتبادلوا الاشخاص، هو ياخد باو وهي تاخد هاتوري، فطعنت باو اخر طعنه قتلته بيها وقتلت هاتوري كمان، وقالت له انها مجرد نينجا وظيفتها انها تتحمل الالم والعذاب والموت كمان. وطبعا التصرفات المجرمه دي استفزت تساويان ووقف يقاتلها، وللاسف شيا ما كانتش تعرف حاجه وبتتعامل مع نان بشكل طبيعي جدا، وطلب منها يشوف الروح الوصي بتاعها وحاول يوصل بس ما عرفش. وفي اللحظه دي كانت تساويان كسر المكان اللي قاعده فيه الملك وحرر باو واخده، ولقى شكله بقى عجوز جدا، وقال له باو ان شكله اتحول كده لانه خلص قرب يموت، وقال له انه هياخدوا المكان، فسندوا تساويان واخده ومشي، وكان مقاتل الرمح وصل للملكه، ولما عرف اللي حصل قال لها ان مفيش حد هيصدق تساويان مهما قال، فمش لازم يركزوا معاه، والافضل انهم يركزوا مع الفاكهه اللي هتظهر النهارده وبس. اما باو فاخد تساويان لكهفه وقال له ان شيا جت هنا وهي فاقده وعيها، والناس اللي هنا هم اللي عالجوا سمها، وصفر صفاره خرج ناس كتير من الكهف، واستغرب تساويان وسالوا مين الناس دول، فقال له باو ان الناس دي هم القرويين الحقيقيين لقريه المرايا ودول من العالم البشري. فقال له تساويان انه لقى اثر لحقنه في دراع شوير وفهم ان ده كان تطعيم ضد مرض السل،
والبشر هم الوحيدين اللي بياخدوا التطعيمات، بس كدب نفسه لأنه عارف إن صعب حد من البشر العاديين يعيش في جوست دوم. لكن باو قال له إن سكان قرية المرايا بشر تكيفوا وقدروا يعيشوا في عالم الروح، وما دخلوش للعالم ده بمزاجهم، لكن حد جرهم لشارع قداس علشان يعمل عليهم تجربة، والتجربة كانت اختبار لقدرة البشر على التكيف في عالم الروح، ومات منهم عدد كبير جدا، واللي نجا منهم الجزء اللي عايش في الكهف والموجود في قرية منجو بقوا متلاعب روح. وفي الوقت ده قالنا لمين وشيا إن تساويان هاجم قوات الجيش وخطف باو وقتله، ولازم يمنعوه من دخول قرية المرايا. ومن ضمن سكان الكهف راجل عجوز على كرسي متحرك، وقال له باو عليه إنه أقدم زعيم لقرية المرايا. وكانت ساويان عنده فضول يعرف ليه الناس مش بتتكلم، فقال له العجوز إن من وقت اللي حصل لهم وهم مش بيتكلموا خالص. فسألت ساويان باو ليه ساعدهم، والمفاجأة إن باو هو كمان واحد من قرية المرايا، وطلب منه يسمعه كويس لأن مش قدامه وقت طويل، وحكى له القصة من البداية من 5 سنين وقت ما كانت قرية المرايا مكان لتطهير الشياطين، وأي حد مريض كان بيقعد عند شجرة البودي فبيتعالج وبعدها بيمسحوا ذاكرته. وفي يوم جالهم شخص مريض جدا أخدوه، والزعيم قال لهم إن حالته صعبة جدا وبيحتضر، فحطوه قدام شجرة الباجودة وبدأ يتحسن، وكانوا فرحانين إنهم قدروا ينقذوه. وقعد باو جنبه يرعاه ويخدمه لحد ما المريض فاق واسترد صحته شوية، وحكى لهم إن جيش العدو هاجمهم، فدخل لشارع يولين، وهناك قالوا له إن قرية المرايا ممكن تساعده، فجالهم وقال له الزعيم إنهم بيمسحوا ذاكرة أي حد يجي لهم، بس لأنه كان تعبان جدا فما عملوش معاه كده. وشكرهم الشخص ده إنهم أنقذوا حياته وساعدوه، والشخص ده كنان، وأكد عليه الزعيم إن الناس الغريبة ما ينفعش تتكلم عن قرية المرايا، وسمح له إنه يكمل علاجه. وفعلا بيقعد نام كل يوم قدام الشجرة يتأمل، وبقى كل يوم بيتحسن عن اليوم اللي قبله. وقال لباو إنه معجب جدا بمهارته، وقعد يتكلم معاه وتعرف عليه أكتر، وقال له إنهم عايشين في القرية كلهم بيخدموا بعض وعاملين اكتفاء ذاتي من العالم الخارجي، وكان عنده فضول يسمع منه حكايات عن العالم الخارجي، وبقى كل يوم بيحكي له نان عن العالم الخارجي لحد ما خف خالص. وجا وقت رحيله وكان باو مسؤول عن مسح ذاكرته، فقال له نان إنه مش عايز ينساه، فودعه باو ومسح له ذاكرته ووداها لحد المدخل، ووقف عزف له أغنية فلقاه رجع له تاني وطلب منه يخرج معاه للعالم الخارجي. وطلع باو خدع الكل وما مسحش ذاكرة نان، ووقع في خدعته ومشي معاه. ولما زعيم أهل القرية عرفوا إنه باو ما رجعلوش كل ده قلقوا عليه جدا، وراحوا المدخل القرية ووقفوا استنوه، وفعلا لقوا رجع بس اتصاب قدامهم برصاصة، وجا وراه جيش كامل ربطوا كل أهل القرية بما فيهم الأطفال والبنات. وينان كان قائد الجيش وجا معاه الملكة وقادة تانيين، وكل أهل قرية المرايا مستغربين إن نان طلع بالحقارة دي وعمل فيهم كل ده بعد ما أنقذوا حياته. فقال لهم إن معاهم كنز وكان لازم يستغله، وإن جاي علشان ياخد الكنز ده. فقال له الزعيم إن شجرة البودي ملكهم، فضحك نان وقال له إنه عارف إنهم الوحيدين اللي معاهم مفتاح التواصل مع الشجرة، علشان كده هو هياخده منهم. وطلع نان عنده القدرة على قراية أفكار الناس، وعشان كده عارف اللي باو نفسه فيه وضحك عليه واستغله، وعشان يخليهم يعترفوا باللي هو عايزه حقنهم باسمهم مختلفة وحولهم تحول مش عادي. وبعدها نيمهم عند شجرة البودي علشان ينقذ حياتهم، وفضل يكرر ده أكتر من مرة علشان يعذبهم لحد ما اعترفوا له باللي عايزه. والوحيد اللي ما أذهوش هو باو، لكن كان بيتحكم فيه من عينيه وقال له إنه مش عايزه يزعل منه لأنه إنسان طموح وعايز يسيطر على قرية المرايا مش أكتر. وعشان كده خلى أهل القرية متحولين، وعمل كده علشان ياخد منهم ترياق يخلي البشر تقدر تعيش في عالم الأرواح. وفعلا جاب عدد كبير من البشر وادالهم الترياق، واستخلص منهم هم كمان ترياق يخلي الأرواح تقدر تتحرك بحرية في العالم البشري. وبعد ما بقى قادر يتواصل مع شجرة البودي، بقى هو الوحيد اللي بيقدر يدخل القرية كمعالج، وحقن الناس بترياق الأرواح، وده حولهم لأرواح شريرة وخرجهم بره القرية. وطلع إشاعة إن قرية المرايا هي أرض الشياطين، وأي حد هيدخلها هتصيبه لعنة. وسألت ساويان باو ازاي قدروا يهربوا، فقال له باو ان نان بعد ما سيطر على الشجرة كان عايز ياخد الفاكهة السحرية منها. وكان الزعيم مستغرب جدا ان نان عارف معلومات كتيرة جدا عن شجرة الباجودة وقرية المرايا، مع ان المفروض ان كل حاجة فيها سرية. وهو بيتكلم فجأة ظهر قرد عملاق وهاجم جيش نان، فهرب معظم اهل القرية وراحوا الكهف. وطلع الزعيم تعاليم الاجداد وخفاها، وكان واخد معاه ترياق الارواح فحقن نفسه بيه هو وكل الموجودين. وقال لباو ان الوحيد السليم طلب منه يوصل التعليم، والتعليم دي فيها قوة الأجداد، والوحيد اللي يقدر يشوفها لازم يكون من عيلة باي، وإن نان ما قتلهمش لأنه شايف إنهم أقل من كده. وقال له باو إنهم ادوله تعاليم الأجداد وعايز منه يقضي على نان ويدور على ابن عيلة باي ويسلمه التعاليم، وطلب منه يوعد إنه ما يسيبش نان وينتقم منه على كل اللي عمله ومات بعدها. وخرجت ساويان من الكهف وهو بيقول له إنه مش هيسيب نان يفلت بعملته لا هو ولا كل اللي ساعدوه. وكان نان قدام الشجرة واقف مستني الفاكهة السحرية، ودخل لمين عند شوير اطمن
عليها وقالوا إن كل حاجة هتبقى كويسة خلاص. وفضلت شيا جنب شوير علشان تخلي بالها منها، وكانت حاطة جنبها الجواب اللي معاها، فلمسته شوير من غير ما تقصد والكتابة ظهرت، ولسه شيا هتنتبه كان مين ونان دخلوها، فخبت الرسالة بسرعة قبل ما حد منهم يشوفها، وحضرت شنطتها علشان ترجع لعالم البشر زي ما طلبوا منها. واخدها مين وصلها وهم في الطريق قابلوا تساويان، وكانت تساويان طبعا عايز يدخل لنان، بس مين منعه وقال له ان ده ممكن يحصل بس على جثته، لانه فاكر ان تساويان عايز يدخل يسرق الفاكهة ويدمر الشجرة. وافتكرت تساويان ان مين اخد شيا رهينة علشان يهدده، لكنه اكتشف انها بقت ضده وصدقتهم وقالت لها انها راجعة لعالم البشر، فتعصب عليها واتهمها بانها مش مهتمة بالعالم ده. ولما سألوا مين ان كان قتل باو فقال له انه فعلا عمل كده، وبص لشيء وسألها ان كانت مصدقة انه قاتل، وطلب منها تيجي تقف معاها، فمنعها مين لانه كان خايف عليها، ودي حاجة ضايقت تساويان جدا، وقال لها ان من الواضح انها بتثق في مين اكتر منه. وعلشان شيا ما تزعلوش راحت وقفت معاه وقال لها انه يقعد يقرا رسالة، فدتها له وقربت منه علشان يقول لها اللي فيها، فدخل جوه بحر روحها وقابل لشوان ولسه كان بيتكلم معاه بعد مين، وبص لشيا وقال لها انه ندمان على الوقت اللي وثق فيها وخلاها قريبة منه، وطلب منها ترجع للعالم البشري اللي هي منه، فقالت له ان هي كمان عندها روح حارس، فطلب منها توريهوله لو هي فعلا صادقة. وفضلت شيا تنادي على لشوان علشان يخرج لها بس ما خرجش، فاتحرجت جدا وقالت لتساويان انها خلاص هتسيبه، وسابتهم وطلعت تجري وهي حزينة. وهو كمان بص عليها وهو بيفتكر كل حاجة عاشها معاها وازاي كانت واقفة معاه وبتحميه. وبعدها انتبه لمين ووقفوا يتقاتلوا هما الاتنين، والناس كانوا في قرية المرايا بيموتوا بأسهم النار اللي نازلة عليهم زي المطرة من الملكة والقادة اللي معاها، وما كانش في حد بيفلت منهم حتى الأطفال، وما سابوش غير عدد قليل جدا. وقفوا مع نان وطلبوا منه انه يحميهم، بس لقوه راح وقف مع القادة، وما كانتش الناس مصدقة انه من الأعداء. وفجأة ظهرت الفاكهة السحرية لكن اختفت تاني وقوتها راحت لمين، فاتضايق نان وادى أمر بحرق الشجرة وقتل الناس كلها، وفعلا القوات اللي معاه رموا أسهم نارية على الشجرة وحرقوها، والنيران وصلت لتساويان ومين. فعرفت ساويان ان شجرة البودي هي اللي بتتحرق، واتهمت ساويان ان هو السبب، وجروا هما الاتنين على القرية ولقوا الكل ميت والشجرة مولعة. واتفاجئ من ان نين خاينه مع ان ساويان كان فاكره شريكه، بس لما شاف شكله صدق انه كان ضحية وما يعرفش حاجة، ووقف معاه علشان يهاجموا نان. فأمر نان القوات انها تستعد، وقال لساويان ومين انهم مجرد حشرات هيفعصهم برجله. وطلع شوير وقال له انه عارف انها بنته، وعشان كده ما حبش انه يضيع وقته، واخدها علشان يهددوا بيها ويجبروا انه ينفذ كل كلامه. وسألوا ان كان عايزها تموت ولا حريص على حياتها، وطبعا مين مش هيختار ان بنته تموت مهما كان الثمن. واستخدم نان قوته وشاف بيها كل ذكريات شوير وقت ما كانت عايشه مع مين في عالم البشر، وبتروح المدرسه وبتفضل تصرخ وتنادي عليه. فاضطر مين انه يضرب تساويان على راسه ووقعه في الارض، وامر نان الحراس انهم يكتفوا ايده، وعمل كده مع مين كمان وقال له انه عارف ان الفاكهه قوتها راحت له، وعشان يتاكد مسك سكينه وجرحه بيها، فلقى الجرح خف على طول. فامر القوات وهاتوري بعد ما عالجوه بقوه شجره البودي وانها تاخد معاها تساويان، فطلع عليهم اهل القريه المتحولين هجموا الحراس. اما هو فقعد مع مين وقال للكل ان شجره الباجوده واحده من 12 شجره روحيه بس بتنتج فيها فاكهه كل 5 سنين، وقبل 5 سنين اكل القرد الفاكهه دي فتحول لقرد عملاق محدش يقدر يقف قدامه، لحد ما ظهر متلاعب روح وخلى القرد هو الحارس لروحه، وبقت قوه الفاكهه اللي في جسم القرد موجوده في جسمه هو كمان. وسمى القرد بلينج مينج، والمتلاعب ده هو مين، علشان كده عينوا نان جنرال شرعيولين علشان الفاكهه لما تنمو تاني هتروح له. وبنشوف اهل القريه وهم لسه بيقتلوا الحراس، فوقف جينج وكان الوحيد اللي قادر على اهل القريه، فقال له تساويان انه بيقتل اهله ولقاه مش فاكر حاجه، ففكروا بس الحراس ضربوا تساويان وسكتوه. وندهت هاتوري على محارب عملاق ومعاه مطرقه كبيره جدا بقى عمال يقضي بيها على اهل القريه بمنتهى السهوله، وفضل تساويان ينادي عليهم ويقول لهم يهربوا لانه ما يستاهلش انهم يضحوا بحياتهم علشان ينقذوه. وفجاه لقى الحراس اللي ماسكينه وقعوا في الارض، وعرف ان في حد خفي هو اللي ضربهم وسحبوا كمان من ايده علشان يحرروا، واللي عمل كده هو جينج. فرمته هاتوري بسكينتها في دراعه بس ما اهتمتش، وكمل وقتها العملاق وحدف عليه المطرقه بتاعته، بس تساويان بعد جينج بسرعه واخد الضرب مكانه، والاهالي كلها اتحدوا وكتفوا العملاق وقعوا في الارض، واخدوا تساويان جريوا بيه على الكهف علشان يعالجوه، وكان بين الحياه والموت، وصوره شيا قدامه مش بتفرقه ابدا، وهي كمان كانت بتفكر فيه بس قررت انها تركز في حياتها اكتر. وتاني يوم راحت على اخر امتحان لها في الجامعه، وودعها كل اصحابها لانهم هم كمان خلصوا، وقالت لها صديقتها انها سعيده انها نجت من حادثه الاتوبيس وقدرت تقاوم كل الضغوطات النفسيه اللي عاشتها، وخرجت من المستشفى كملت حياتها بشكل صحيح. واستغربت شيا من الكلام اللي بتقوله لها لانها ما كانتش فاكره حاجه خالص، فراحت المستشفى وقابلت الدكتور وكان مبسوط انها مش فاكره، وقال لها كويس انها مش فاكره الاحداث الاليمه، بس هي ما كانتش فاكره الحادثه نفسها مش بس الاحداث. فرجعت على البيت وعملت بحث عن الحادثه، فظهرت لها صوره جوير وباقي سكان القريه، وكانت هتتجنن. ولسه واقفه لقيت جينج جالها وادالها ورقه مكتوب فيها انها
انها لازم تمشي معاه، ولقت زاو ده المقاتل اللي كان بيسيبه عايش ويرجع تاني قتله، ولقيته جاي لها لحد عندها، ولما نزلته قالت له ان تساويان بين الحياه والموت ولازم ينقذوه وانهم خلاص ما بقوش اعداء. فاخدته معاها لاوضتها وخلته يقابل جينج، وحكى لها زاو على كل حاجه حصلت في قريه المرايا وشجره البود اللي اتحرقت، وكانت مش فاهمه هو عارف عنوانها منين. فقال لها ان جيفو هو اللي بعت له العنوان في رساله روحيه، فوافقت انها تروح معاهم وطلبت من جينج انه يوصلهم لمكان تساويان. وكانت حاله تساويان فعلا صعبه جدا، وتشيهو بيحاول يخليه انه يقاوم ويستجمع قوته من جديد، بس تساويان كان مستسلم خالص وقال له انه مجرد حارس شجره سابق ما عرفش حتى يحميها ولا يعمل المهمه اللي المفروض انه يعملها، والاشجار اتحرقت واتدمرت ويوجين مات وكله بسببه. وحاول تشيهو يهون عليه ويقول له انه يوجين مات لما كان لسه طفل صغير، بس تساويان ما سكتش وفكروا بوعد الباو بانه مش هيسيب نان وانه كمان لازم يساعد مين. وكان مين محبوس عند نان وافتكر لما كان لسه في العالم البشري وكان بيشتغل مع الشرطه بس مش بيسمع الاوامر اللي بتتقاله، وكل عمليه بيقتل فيها كل المجرمين قبل ما يتقبض عليهم، وعشان كده اداله رئيسه اجازه يقضيها مع بنته، وده فرح مين جدا لان شوير كانت متدمره نفسيا من احساسها بالوحده، وحتى كل زمايلها في المدرسه بيتنمروا عليها لان مش شايفين والدها خالص. فراح اخدها من المدرسه وفرحها، وحتى مشى المربيه وجهز لعيد ميلاد شوير وخلاها تعزم كل زمايلها. بس للاسف اتصل به القائد وطلب منه يجهز نفسه ويتحرك حالا لان في مهمه مستعجله، ولما شوير لقيته ماشي وهيسيبها تاني كانت هترمي نفسها من البلكونه، فلحقها مين واخدها في حضنه وحبسها في اوضه، واتصل بالمربيه علشان تروح لها بس ما لحقش لان اول ما ركب العربيه خد حقنه واخدوه على حد، وقالوا القائد انه بيبوظ كل مهمه يروح لها، وطلب من الحراس انهم يسيبوه محبوس 7 ايام بالشكل ده، وفضل يترجاهم يعمل مكالمه تليفونيه واحده لان كده بنته هتموت، بس ما حدش اهتم بيه وفضل يردد اسم بنته الايام لحد ما وقع وانهار من التعب. وافتكروه الحراس مات ففتحوا له الباب ولقوا شخص جالهم وضرب كل الموجودين ودخل لمين اداله حبايه، وبمجرد ما مين اكلها استرد صحته وراح لبنته لقاها مريضه جدا، فقال له الشخص اللي انقذه انه علشان ينقذها ويروح معاهم لعالم جديد، فوافق مين وراح قاتل القرد العملاق وخلاه يروح الحارس بتاعه، وفاق مين من ذكرياته وفضل يقول على نفسه انه اب غير صالح. وكانت شوير مع جوير في زنزانه تانية بيتكلموا، وقالت لها شوير انه كل مره كانت بتفتكره فيها كان بيحذف ذكرياتها خالص لانه مش عايزها تفتكره وخلاها تفكر في نفسها يتيمه. وبنرجع تاني لتساويان اللي كان لسه تشيهو بيقنعه انه مش لازم يستسلم ويفكروا باخوه، فقال له تساويان ان اخوه من غيره هيبقى افضل بكتير، وطلب من تشيهو انه يسكت وما يتكلمش تاني في الموضوع ده لانه خلاص كل عظامه اتكسرت وما فيش امل انه يعيش، وهو اصلا تعب وعايز يموت في سلام، وفرد جسمه على الارض وقال ان اخوه اكيد هينتقم ليه ومش هيسيبه، واتمنى ان شيا تعيش في سعاده في عالم البشر. وغمض عينيه ونام، وفي اللحظه دي وصلت له شيا وحاولت تفوقه، فجالها زو ادالها الرمح بتاعه وطلب منها تطعنه بيه في قلبه علشان تعالجه، وفعلا عملت كده وفاق تساويان في بحر روحه وقام وقف في الحقيقه، واول ما شاف شيا عارف ان هي اللي انقذته وفرح جدا، وهي كانت حطير من الفرحه بيه انه لسه عايش وما ماتش، وقالت له انه مضيف روح ومش لازم يموت بالسهوله دي. وعرفت تساويان ان في روح حارس جديده بقت عنده وهي ديان، وده العدو الاول لجده شيا، وعشان كده جهلت تساويان وفوقه، وكان زو عارف اللي هيحصل بس خبى الحقيقه عن شيا وقال لها ان الرمح هينقل حبها لتساويان وهيفوقه، ولما قالت كده قدام تساويان عرفها ان زو كذب عليها وبدا يجهز نفسه علشان يمشي ويروح الجبل. فسالوا الزعيم ناوي على ايه، فقال له تساويان انه هيخلص اللي ابتداه، وساب ورقه جنب تساويان وهي نايمه وخرج وصحاها اخدها معها على زو وطلعوا على الجبل، لقى الحراس فطلع لهم ديان وقضى عليهم بضربه واحده بس، وبص على المكان اللي فيه القلعه اللي عايش فيها نان ومحبوس فيها مين والبنات، وكان تاي في الوقت ده واقف مع مين بيستفزوا بيهددوا ببنته من غير حتى مين ما يعرفوا، وقال له انه مساعد نان وعنده استعداد يساعد بنته لانها محتاجه الفاكهه السحريه وهو كمان عايزها وعلشان كده جاي ياخدها منه. فوافق منه وطلب منه بس انه بعد ما ياخدها يقتله علشان يريحه من عذابه، فمد تاي ايده جوه قلب مين وخلاه يتألم جدا لحد ما اخد الفاكهه، قال لمين انه مش هيقدر يعيش كتير ويسابه وراح لنان. وكان نان واقف مع القاده ووصل له خبر وصول تساويان، فقالوا القاده انهم يقتلوا كل المساجين واول ما تساويان يقرب يقتلوه، واللي ما كانش يعرفوا ان تساويان واللي معاه وصلوا للسجن حرروا البنتين ومين كمان، والبنتين كان جلدهم مكرمش وكانهم عجزوا وبيموتوا، فطلع زو علاج من معاه واداه لهم واخدتهم شيا لمين، فترمت شيا في حضن والدها وهو كان تعبان جدا وفضل يترجاها انها تسامحه لانه خلاص بيموت، وفعلا فقد وعيه وهو بيكلمها، وافتكرت شيا ان الرساله ظهرت قبل كده لما شوير لمستها وحكت على الموضوع ده لتساويان، فاستنتج ان مين من عيله باي واسمه الحقيقي هو مين باي، وقال ان السبب اللي خلى نان يدور عليه هو انه يعرف الحقيقه ويعرف ان الفاكهه معاه، وطلب من شيا انها تديله الرساله بسرعه، ففوقته شيا وادت له الرساله في ايده، وقتها كل الكتابه اللي فيها ظهرت بس كمان اتقطعت الورقه واتحولت لطاقه كبيره دخلت في جسم مين وادت له قوه كبيره جدا. قام حضن شوير وقال لها انه بيحبها، وفكروا تساويان بالحساب اللي مع مين واللازم يصفوه، وطلب من شيا انها تخلي
تخلي بالها من شوير كويس على بال ما رجعوا وحيروحوا هم ياخدوا الفاكهة من نان ودي اللي حيعالجوا بيها الكل. وخلى زو كمان معاهم علشان يخلي باله منهم، واخد مين ومشي معاه والحراس نبهوا نان انهم على وصول ليه، فقعد استعد ليه وسأل عن تاي لانه المفروض يكون رجع بكل الفاكهة السحرية. وكانت الملكة وصلت للسجن فطلب زو من شي انها تاخد البنات وتمشي بيهم وهو هيتصرف معاها، وفعلا شي عملت كده. وكانت سويان ومين وصلوا لبوابة القلعة اللي فيها نان ولقوا جيش كبير مستنيهم، فاتفقوا ان مين يقف في وش القائد والحراس وتسويان دخل لنان، وفعلا عملوا كده. بس تسويان لقاها توري ومعاها جيش كبير فطلع الارواح الحارسة الاتنين اللي عنده وقضى بها على الكل. وقال لها توري انها لو في يوم من الايام حبت تبعد عن الشر هيرحب بها جدا ومش هيبقى في بينهم اي عداوة، وسابها ودخل القلعة لنان. وده نفس اللي عمله مين، انه بعد ما قاتل كتير جدا خرج الروح الحارس للقرد العملاق وخلاه يقاتل مكانه، والوحيدة اللي كانت مش بتقاتل هي شيا. بس بعدها قررت تساعد ومسكت حجر كبير علشان ترميه على الملكة لكنه وقع جنب رجلها، وكانت الملكة هتقتلها ورمت عليها سيف فبعدوا زاو عنها بسرعة وقع هو. وللأسف فضلت شو لوحدها برضه، وتسويان هو كمان كان واقف لوحده مع نان، ووقفوا يستفزوا بعض بالكلام الأول وتحدوا بعض وقرب منه تسويان علشان يقتله لأنه كان قوي جدا. لكن للأسف الملكة هي اللي كانت أقوى من شيا ومسكتها كتفتها مكان مين، وقالت لها إن تسويان مسح ذاكرتها قبل كده وهي هتساعدها وتخليها تفتكر كل حاجة. وفعلا عملت كده وخلتها تفتكر كل الذكريات المؤلمة، وقربت من البنات بسيفها علشان تقتلهم هما الاثنين. فصرخت شيا واخيرا قدرت تحرر لشوان وخرج وقف قدام الملكة، بس وهو مظهره مختلف، مش لابس ابيض ولا شكله طيب مش زي كل مرة. مسك الملكة وقتلها، ولحسن الحظ ان الزو فاق واخد البنتين خرجهم من المكان وحرر شيا علشان تمشي، بس هي ما كانتش عايزة تمشي. وقفت سألت لشوان عن سبب تغير شكله، فطلع قوة مهولة بايده وفكرته شيا انه هيضربها هي لكنه ضرب زاو وقال لها انها مش الروح الحارس وعلشان بس كانت مخليها جوه بحر فهينقذها لكن هيقتل كل الباقيين. واتجه للبنات علشان يقتلهم فوقفت شيا ومراته، لكن طبعا ما سمعلهاش فطلبت منه البنات انها تهرب. وظهر 2 من القادة قدامه وهم اللورد والاميرة ووقفوا قدامه. اما نيمفا كان بيقاتل بطريقة غريبة جدا، وهي انه بيرمي حبوب سحرية وكل حباية منهم بتتحول لمقاتل، وبمجرد ما بيموت بيتحول لحباية ويبقى مقاتل تاني. ومن كتر ما تسويان زهق بقى يقاتلهم وياكل الحبوب علشان ما تطلعش مقاتلين تاني، بس اكل كمية كبيرة لحد ما بطنه وجعته. ونان كان معاه مخزون كبير جدا من الحبوب فقال له تسويان يبطل يغش وينزل يقاتل معاه بنفسه من غير حيل، لكن نان ولا سمعه، بالعكس استخدم حيلة مكر من اللي قبلها وخرج له مقاتلين كتير كلهم شبه يوجين. واول ما تسويان شافه ما كانش مصدق عينه وسأله هو ازاي لسه عايش، فرد عليه نان انه فعلا مات بس في كراهية قديمة بينهم، فقتلهم تسويان كلهم واكل الحبوب بتاعتهم، بس ما قدرش يقف على رجله بعدها. وقال له نان انه نسي يقول له ان الحبوب دي مسمومة. اما اللورد فكان خلاص هيموت لشوان بعد ما ضربه وانتصر عليه، فوقفت شيا قدامه ومنعته وقالت له ان الروح الحارس بتاعه قربت من لشوان، وفضلت تفكره بنفسها وطلبت منه انه يخليها معاها لاخر العمر. وافتكر لشوان لما تحول لشرير وقتل حبيبته بايده، ووقتها اتكتف بسلسله وفقد وعيه وتحول للروح الطيبه تاني ودخل جوه بحر روحها. فحذرها اللورد ان خطر عليها اللي هي بتعمله، واخد الاميره وراحوا يدوروا على نان وساعدوا تسويان ومين، لان مين لسه كل ده بيقاتل القائد اللي واقف ضده وكانت قوته كبيره جدا. وعلى بال ما وصلوا لقوا مين انتصر عليه ومرضاش يموته، وكان داخل لتسويان بس اللورد وقفه وطلب منه يستنى لحظه. وكانت سويان مع نان عمل حاجه ما حدش كان يتوقعها، وهي انه عكس مفعول السم وخلى نان هو اللي يبقى مسموم. بس نان ما استسلمش وطلع نبته اكلها خلته اختفى، وطلعت له محارب غيره شكله كان يعرف تسويان كويس ولانه ببساطه كان والده. وفي اللحظه دي كان في وصل لشيا والبنات وسلم عليها لانه بقالها كتير ما شافهاش، وقال لها انه يقدر يعالج البنتين بس الاول لازم يساعد تسويان. وكان عنده حق انه يفكر في كده لان المقاتل اللي كان واقف ضد تسويان قوي جدا، وطلع سلاحه وطعنه بيه فوقعت تسويان على الارض وفقد وعيه. وحلمت تسويان بيوم الحادثه ان في حد اخده من العربيه وكان والده لسه عايش، ففضل تسويان يصرخ ويستنجد بوالده لحد ما خرج له وطلب من اللي ماسكين تسويان انهم يسيبوه. ودي كانت اول مره يفتكر فيها تسويان الاحداث دي، واللي كان ماسكه هو نان وقتل والده قدام عينيه ومرضاش يقتل تسويان علشان يحرس شجره الباجوده لحد ما يحتاجها. وبعد ما خلص جريمته محى ذاكره تسويان علشان ما يفتكرش اي حاجه، وقعد تسويان جوه بحر روحه مصدوم من اللي افتكره، وسمع صوته بيقول له انه يوما وانه سلاح ذكي من العصور القديمه، حاجه زي الذكاء الاصطناعي كده بتاع اليومين دول. وقال له انه عايز يقول له حاجه مهمه وهي ان نان هو امبراطور من العصر القديم وسرق روح والده وحبسها عنده، لو قدر يهزمه دلوقتي فهيقدر يرجع والده تاني. وكانت تسويان عنده اسئله كتيره بس يواما قال له ان ده مش وقته خالص ولازم الاول يفوق. وفعلا فاق تسويان ولقى المقاتل جايب له 4 ارواح حارسه علشان يقتلوه. وفي اللحظه دي كانت شيا وصلت لمين ولقيته مرمى على الارض فساعدته وقال لها ان اللورد متفق مع نان، بس الاميره كانت واقفه وقالت له انها اصلا مش متفقين لكن تبع بعض. وكانت تسويان لسه بيقاتل ودخل معركه شرسه قدر بيها انه يقضي على الارواح
الأرواح الأربعة العملاقة، وضرب كمان المقاتل فوقع منه برعم شجرة الباجودة فأخدوا منه، ولقى صوت والده الحقيقي بيكلمه ونبهه إن نام بيهرب في شكل حشرة ولسه تسويان حيدوس عليه. لقى اللورد وصل وهو اللي داس عليه، وسألت سويان عن مكان الفاكهة السحرية، فضحكت سويان وقال له إنها مع نان، ونان تحت رجله فقال له اللورد إن والده خلص بيموت والأفضل إنه ما يضيعش وقته معاه، وإنه طالما قدر يهزم نان إنه هينافسه هو نفسه، وسابه وخرج. ونادى الجنرال كاو على ابنه علشان يقول له وصيته الأخيرة، وهي نفس وصيته القديمة بس زيادة عليها إنه يدور على والدته، ومسك إيده وطلب منه ما يعيطش ويخليه قوي ويخلي باله من أخوه، ومات بعد ما قال له الكلمتين دول. ودخل من وشيا وقفوا مع تسويان، ومن ناحية تانية دخلت هاتوري ساعدت الملكة وفوقتها، وكان معاها نيري الزعيم الكبير، وكانت مكسوفة منه لأنها ما نجحتش في مهمتها، فقال لها إن أهم حاجة إن الشجرتين اتدمروا، وطلب منها تيجي معاه لأنهم داخلين على حرب ضد جوستوم. وبنرجع تاني لتسويان اللي أخد والده دفنه، وافتكر كلام والده لما قال له اسم الشخص اللي طعنه في ظهره، وقال له إنه واحد من أفضل 10 حراس من منظمة المملكة، واللي هدفها هو تدمير عالم الروح، وطلب منه ما يسيبوش تنجح. فقالت سويان إنه لازم يلاقي المجرم وينتقم منه ويدمر منظمة المملكة للأبد، وطلع خريطة وأخد من وشيا معاه، ودي كانت النهاية.